السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جالكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي، بكل جديد بنعمله ان شاء الله. هنبتدي معاكم الفيديو بتاعنا بتفريز التوم، وهننهيه بحاجه تانية خالص. اول حاجه التوم، زي ما انتوا عارفين يا جماعه دلوقتي ده موسم التوم يعني بمعنى اصح، والناس كلها بقى بتجمع التوم وكده. فهناخد بقى التوم وطري كده ونفرزه. قشرنا شويه زي ما انتم شايفين كده في الكبه وهفرمهم ناعم، والقشر الطري بتاعه احطه على صينيه واحمصه في الشمس واعمل بيه توم بودره. يبقى استفدت بيه بصنفين دلوقتي. هعمل القشر توم بودره وبعد ما احمصه كويس قوي في الفرن بتاعي، والتوم بتاعي هعمله هطحنه كويس في الكبه او في الخلاط زي ما تحبوا، وهعينه في الفريزر وكده. يبقى انا عملت نوعين من التوم معايا، التوم الصحيح والتوم البودر. هفرده في اكياس كده زي ما انتم شايفين، انا بعمل كميه شويه بشويه على حسب ما اقدر. هفرده في الكيس كده زي ما انتم شايفين، وهقطعه مكعبات بالسكينه على حسب استخدامي. وقت ما اجي اطلع من الفريزر يبقى المكعب معايا جاهز وسليم على الاستخدام على طول زي ما انتم شايفين كده. بس انا دلوقتي لقيت المكعب تخين شويه فهفرده اكتر، هفرده اكتر معايا في الكيس. وبعين الكيس زي ما انتم شايفينه بالشكل ده زي ما هو مفرود اهو. هقطع على قد المكعبات اللي انا محتاجاها معايا في الوجبه او الغدوه اللي انا عايزاها، وهقطع مكعبات وعينه بالشكل ده في الفريزر. وقت ما احتاج حاجه اطلع المكعب اكسره واخده على الاستخدام على طول، ما يعذبنيش ولا حاجه. وكده خلصنا اول وصفه معانا وندخل على اللي بعده. كده عملنا التوم، هنبتدي نعمل القطايف. هناخد معلقتين لبن بودرة ومعلقتين سكر ومعلقة خميرة ورشة بيكنج باودر، كوبايتين دقيق وكوبايتين مية. بنحط المية على حسب ما الدقيق بتاعنا ياخد. هنا حطيت كله في الخلاط، وهحط المية كوباية بس. كل المقادير حطيتها في الخلاط وحطيت كوباية مية عليهم بس، وهفرمها كويس قوي. وبعد كده احتجت كمان نص كوباية مية عليها، ما حطيتش كوبايتين على حسب الاستخدام يعني. هنسيبها تخمر معانا وندخل على بعد كده على الكاستر. هعمل معاكم كاستر، بس للاسف انا ما جبتوش من البدايه. 4 معالق كاستر على لتر لبن. كنت فاكره ان التليفون بيصور بس لقيت التليفون واقف. فانا هنا كنت حطيت 4 معالق كاستر زي ما قلت لكم على لتر لبن، وقلبته كويس قوي لغايه اما القوام بقى مظبوط معايا، وحطيته في العلب دي وهحطه في التلاجة على طول. يبقى دي كده تالت وصفه معايا. هنا بقى القطايف بتاعتي كانت اختمرت وخلاص، سبتها نص ساعة ارتاحت خالص، ونبتدي ندخل على كده نعملها ونشتغل على طول. حطيت الطاسة بتاعتي على النار وهنزل عليها. حطيتها بصوا بقى، مش بعمل بكرنيب ولا كلام من ده، حطيتها في براد على طول. وهنزل يعني من البراد كده كأني بصب شاي، شوية بشوية على الصينية او الصاج اللي هستخدمه. وبتنزل معايا يعني القوام مظبوط والكمية اللي انا حطاها مظبوطة. شايفين ما شاء الله بتطلع زي الفل، والعجينة معايا مية مية ما شاء الله. زي ما قلت لكم مقاديرها: معلقتين لبن بودرة، معلقتين سكر، رشة ملح، رشة بيكنج باودر، وكوبايتين لبن، كوبايتين دقيق وكوبايتين مية. بحط كله في الكبة او في الخلاط الا المية. بحط كوباية واحدة واشوف الدقيق بتاعي هياخد الكوبايتين كاملين او كوبايتين الا ربع على حسب الدقيق، لان انتوا عارفين كل دقيق غير التاني. شايفين العجينة معايا قوامها مظبوط وما شاء الله كل حاجة فيها مسطرة. خلاص ابتدت ترتاح نص ساعة. انزل بقى على الصاجة بتاعتي حبة بحبة لغاية ما اخلص الكمية اللي معايا كلها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بتبان معايا على طول في الصاج، وبشتلها. وبعد كده زي ما انتوا شايفين اهو بحطها على فوطة علشان العجينة بتاعتي تفضل طرية وحلوة. بفردها على فوطة في الصينية. ندخل على بعد كده بقى نبتدي نحشيها ونقليها على طول في الزيت. انا حشيتها جوز هند وزبيب وفول سوداني وشوكولاتة اللي هي نوتيلا. فهنا خلاص بعد ما حشيتها بقليها في الزيت بقى خلاص. هي هتيجي معايا بقى طاستين ما شاء الله، وحاجة في البيت سهلة وسريعة. ومنها نبقى عملنا كذا صنف في البيت يعني كاستر، جيلي، قطايف، كنافة، زي ما تحبوا تعملوا.
انا بقى يومي كان في كذا حاجه، فحبيت ان انا اجيب لكم لقطات من كل حاجه انا عملتها، بحيث اشجعكم ان انتوا تقوموا يلا تحمسوا كده وتعملوا حاجه جديده. احنا في موسم تفريز التوم يا جماعه، جدعانوا وفرزوا التوم بتاعكم وهو طري عشان تطلعوا منه التوم البودر وتعملوا منه كميات حلوه قوي هتنفعكم طول السنه. خلاص كده طلعت اول طبق معايا من القطايف. هنطلع على طول، هنحط بعد كده بقى ايه الطبق التاني على طول في الزيت، كمية بقى كلها. وانا سبت يعني شوية كده برضو 3 4 واحدة اللي هما مفتوحين على اساس ان احشيهم قطايف بنوتيلا او قطايف باللوتس على حسب ما تحبوا يعني. الحشوة دي اختياري وعلى حسب اذوقكم وعلى حسب مزاجكم. خلاص اهو كده خلاص، خلاص يعتبر الكمية اللي معايا كلها. وخلاص كده شايفين لونها ذهبي وكريسبي وحاجة تحفة، كانت بتقرمش ازاي ما اقولكوش. ودي اللي هي المفتوحة اللي انا سايباهم 3 4 كده مفتوحين، بحيث ان انا ايه احشيهم الحشوة اللي انا عايزاه. وخلاص كده القطايف بتاعتي خلصت، وخلصت التوم وخلصت قولوا معايا الكاستر. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي. وعايزة لايكات كتير على الفيديو ده، عملت لكم كذا حاجة بحيث ان انا اشجعكم. لايك وشير ومع السلامة.